شيخ أنا ما بيك تفسر الحلم اللي بقوله لك، لأني أنا عارفة تفسيره والكل عارف تفسيره. شيخ أنا كنت نايمة وحلمت في الله عز وجل كأن عندي طيب بصوت مهيب جدا، كأني أنا كنت منسدحة، كأنه يبغى يعني يسحب روحي وأنا قاعدة أصارع الموت وأقول يا رب أنا للحين مو مستعدة، رغم أني أنا حلمت هذا الحلم يعني سابقا من زمان، يعني من 6-7 سنوات. فأنا قلت يا رب أنا مو مستعدة الآن، يا رب أعطيني فرصة أعيش، خليني أصلي يا رب وأقرأ. فربي قاعد كأنه هو يسحب روحي. المهم تخيل أنه الله عز وجل كأنه ضربني ضربة شديدة في صدري، ضربة شديدة في صدري جدا جدا جدا، يعني ما أقدر أستحملها في الواقع. فقال لي أقسم بالله العظيم، قال لي الباقيات الصالحات بصوت مهيب جدا جدا جدا، أنا في حياتي ما سمعت هذا الصوت. لا يعني الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، والصوت قاعد يروح، يمكن قالها 7 مرات إلين ما اختفى الصوت. قمت من النوم وصدري يألمني جدا جدا جدا، والله العظيم. قبل كم شفتيها؟ هذه والله زمان يعني ممكن من 8 سنين، من 2018 تقريبا. وبعدها توجهتي إلى الله كثير. اي والله. اقول لك شيء يا شيخ، اقسم بالله اني ما كنت اعرف ايش هي الباقيات الصالحات، قمت بحثت عنها لقيت انه هي احب الكلام لله عز وجل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والله العظيم سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله. نعم.